في توضيح هام جدا حابب ان انا اقوله لحضراتكم، وبرجو منكم ان بلاش اي حد يكتب تعليق في تعليق شخص غيره او تعليق حد غيره، علشان انا ممكن ما اشوفش تعليق حضرتك او الرساله اللي انت بتبعتها ليا او استفسارك او طلبك، وبعد كده ممكن الناس بترجع تقول لي انا ما بردش عليهم او ما بردش على تعليقاتهم او برد على اسئلتهم. فانا لو حضرتك انت عايز زي ما انا قلت انت تبعت تعليق، انت تبعت تعليق خاص بحضرتك، وانا باذن الله بشوفه في اقرب وقت برد عليك او برد على استفسارك او على طلبك. لان انت ممكن حضرتك زي ما انا قلت انت ممكن تبعت تعليقك او سؤالك او طلبك وانا ما اشوفوش، لان انت بتبعته في تعليق شخص غيرك ممكن انا اكون رديت عليه قبل كده. فده كان توضيح هام جدا عشان الناس تكون كلها برضو عارفة. السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي لكل مشاهدينا ومتابعين زواج اونلاين، ويا رب يكون الجميع في اتم صحة واحسن حال. وقبل ما نبدأ العرض ونخش في تفاصيله، اهم حاجة ان انت تصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. واحب افكر حضرتك لو انت بتشوفني لاول مره او انت بتشوفيني لاول مره ومهتمين بالنوع ده من الفيديوهات وعروض الزواج، يبقى اشترك في القناه وفعل زر الجرس على الكل عشان يصلك كل جديد من عروضنا اللي احنا بنعرضها باستمرار، علشان تقدر تختار شريكه العمر المناسب ليك او شريكه العمر المناسب ليكي. وبأكد لحضراتكم ان احنا بنقدم هذه الخدمه مجانا لوجه الله فقط وبدون اي مقابل، بس يا ريت ما تحرموش من دعمكم علشان نقدر نستمر في نشر المزيد والمزيد من عروضنا بلايك وشير للفيديو، ودوت فضلا من حضراتكم وليس امرا. ويا ريت حضرتك تشاهد العرض جيدا من البداية للنهاية عشان تكون عارف جميع التفاصيل الخاصة بالعرض، وعلشان لو فيك المواصفات المطلوبة من قبل صاحبة الإعلان تتواصل معايا برسالة فيها بياناتك الشخصية كاملة لعرضها عليها. وربنا يقدم ما فيه الخير للجميع ويرزق الجميع بالأحسن والأفضل ليه إن شاء الله. وعلشان ما أطولش على حضراتكم نبدأ عرض النهاردة ونخش في التفاصيل. معانا عرض اليوم لمدام مطلقة بترغب في الزواج والاستقرار من إنسان محترم وعلى خلق حسن المظهر وملتزم، يتقي ربنا فيها ويصونها ويحافظ عليها. كود العروسة هو 392 زي ما احنا قلنا لمدام مطلقة. مؤهل عالي، لا تعمل وتقيم في منزل أهل منذ طلاقها أو انفصالها عن زوجها السابق، ولديها أولاد يقيموا معها، ووالدهم متكفل بجميع مصاريفهم ونفقاتهم. وفي ملحوظة هامة جدا، هي لا تقبل التعدد نهائيا لظروف خاصة بها، يعني يا ريت اللي تواصل معايا بخصوص العرض ده من حضراتكم ما يكونش بيدور على زوجة تانية عشان أقدر أساعده بإذن الله، أو أخليه يتواصل مع صاحبة الإعلان لو بياناته مناسبة لمواصفات الزوج اللي هي طالباها. مكان إقامتها مصرية، تقيم في محافظة بورسعيد، السن 39 سنة. وقبل ما نقول مواصفات الزوج اللي بترغب بالارتباط بيه، بحب أفكر حضراتكم يا ريت ما تنساش انتوا تدعمونا بلايك وشير للفيديو تشجيعا ودعما منكم لنا، وعلشان نقدر ننشر الفيديو بأكبر عدد من الناس ونقدر نفيد أكبر عدد من الناس، ويا رب نكون عند حسن ظن الجميع. وبحب أشكر كل الناس اللي بتتواصل معانا وبتتفاعل معانا على فيديوهاتنا، وبقول لهم احنا مستمرين بيكم وبدعمكم، ويا رب نكون قد الثقة اللي حضراتكم حطيتوها فينا ديت. نرجع تاني ونكمل باقي تفاصيل العرض ونقول مواصفات الزوج. زي ما احنا قلنا يكون إنسان محترم وعلى خلق حسن المظهر وغير مدخن، ويكون مطلق أو أرمل لأنها لا ترغب في التعدد نهائيا لظروف خاصة بها، يكون لديه دخل ثابت أو عمل ثابت أو موظف، ويكون أيضا لديه شقة الإقامة فيها معه بعد الزواج بإذن الله، لأن زي ما احنا قلنا هي بتقيم في منزل أهل منذ طلاقها أو انفصالها عن زوجها السابق. وفي تنويه هام جدا، هي أولادها هيكونوا بيقوموا معاها، هي ما عندهاش أي استعداد إن هي تسيب أولادها وده من أهم شروطها. وفي نفس الوقت ما عندهاش مانع إن لو الزوج عنده أطفال إن هم يعيشوا مع أولادها، مفيش أي مشكلة بالنسبة لها. فربنا بإذن الله يجازيها خير ويديها على قد نيتها. وايضا من اهم شروطها ان يكون الزوج دوت قريب جدا منها في السن، في اوائل الاربعينات او في منتصف الاربعينات، مش اكبر من كده او اصغر من كده، وده من اهم شروطها. ويكون ايضا من نفس المحافظة اللي هي بتقيم فيها او بلد قريبة منها بسبب ظروف دراسة اولادها وارتباطها باهلها. فربنا يقدم لها كل الخير ان شاء الله ويرزقها بالشخص المناسب ليها. طريقة التواصل مع أخوها الكبير وهو ولي أمرها، فعلى من يجب بياناتها مناسبة ليه هو في المواصفات المطلوبة من قبلها، يا ريت يتواصل معنا برسالة فيها بياناته الشخصية كاملة زي ما احنا قلنا العرضها عليها. وربنا يقدم الخير للجميع بإذن الله. وبكده العرض ده بيكون خلص، لكن عروضنا لسه ما خلصتش، فتابعونا باستمرار، ومع زواج أونلاين هتلاقي الأحسن والأفضل ليك معانا إن شاء الله.